محمد الشيبي، وان الشيبي مش عايز يروح يحضر الجلسة علشان يقول اقواله، وكل مرة يعتذر وما تعرفش ايه اللي هيحصل. وكمان احمد سيد زيزو المنتشر على السوشيال ميديا الفترة دي بسبب انه كان بيقول للجمهور عايزكم تزوموا على الحكم علشان يحسب لينا. كلام غريب وعجيب. وكمان خبر امام عاشور ورحيله عن النادي الاهلي وانضمامه الى نادي التعاون السعودي، وتركي آل الشيخ اللي بيخطط علشان يخطف نجم الاهلي امام عاشور. في البداية صلوا بينا على النبي وقول عليه الصلاة والسلام. اعمل لايك، شير الفيديو لكل الناس، اشترك في القناة، فعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد وحصري. محمد الشيبي انا واحد من الناس خايف عليه، والله انا واحد كمصري خايف عليه، لان اللاعب ده رايح في حتة يا اما بقى يتوقف، يا اما يحصل له حاجه بقى يعني اللي بيعمله ده غير قانوني. محمد الشيبي اتمنى ان هو يتراجع عن القضيه اللي هو عاملها ويلعب بقى وينسى اللي فات والدنيا تمشي. امام عاشور واللي الكل بيقول انه هيرحل، يا جماعه امام عاشور طلع بنفسه قال انا مستحيل ارحل عن النادي الاهلي. هو رايح الاهلي مش عشان الفلوس، رايح الاهلي عشان يعمل القاب ويعمل تاريخ، وان الاهلي فريق كبير، وان الاهلي هيقدر يوصله لمكانه مميزه. احمد سيد زيزو بقى اللاعب اللي كلنا بنقول عليه محترم، لما طلع اول امبارح للجمهور، او لما كان عمل فيديو كده او ظهر في فيديو وهو بيقول للجمهور زوموا على الحكم علشان يحسب لينا اخطاء، حاجات غريبة وعجيبة. يعني بصراحة الواحد ما كانش يتوقع ان زيزو يقول كده. عزيزي المشاهد، هو ده كان فيديو النهاردة، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.